عايز اقولك ان الهاتف اللي هنتكلم عليه النهارده معجزه بكل المقاييس. هاتف بيقدم شاشه من اقوى الشاشات اللي انت ممكن تشوفها في الفئات الاعلى، في هاتف اقتصادي رخيص جدا، معالج ممتاز، شحن سريع. الموبايل ده هيكسر الفئه الاقتصاديه الرخيصه بسعر مش هتتخيله. اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه. ويا اهلا بيكم يا احلى متابعين في قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف انفينكس هوت 60 برو. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنه اللي بتكون في النهايه. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنه مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. اول حاجه نشوف تصميم الهاتف، وتصميم الهاتف هنا كويس جدا الحقيقه. مش رفيع زي الجهاز الاكبر اللي احنا عملنا له مراجعه البرو بلس، ولكن برضه يظل رفيع بالنسبه لهواتف كتير جدا. والتصميم شكله شيك والحقيقه جامد ورايق كده وهادي، وانا بحب الحاجات الهاديه. وفي الاخر دي اذواق. خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وخلونا نبص على الشاشة اللي هنا جاب حجم 6.78 بوصة، جودتها 1.5K وبدقة 2720 في 1224 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 440 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها أموليد، ومعدل التحديث 144 هرتز. والسطوع بتاع الشاشة 4500 شمعة، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس 7 اي. الشاشة هنا جبارة. انت متخيل في السعر ده، في الهاتف الاقتصادي ده الرخيص جدا ده، شاشة 1.5K اعلى من 1080، سطوع 4500 شمعة، طبقة حماية، معدل تحديث 144 هرتز، شاشة اموليد اصلا. الشاشة هنا ما فيهاش كلام، الشاشة هنا جامدة وممتازة، وما فيش هاتف في السعر ده او حتى في الفئات الاعلى بشوية هتقدم لك شاشة بالجمال ده الصراحة. الشاشة هنا ممتازة. نتكلم بقى عن الاداء بتاع الهاتف او المعالج. والمعالج هنا هو الميديا تك هيليو جي 200 اللي بيجي بتصنيع 6 نانو. والمعالج ده بيحقق سكور على انتوتو حوالي 450 الف نقطه. المعالج هنا برضه ممتاز. انا عايزك بس تستوعب انك بتاخد هاتف اقتصادي جدا بسعر اقتصادي، وبتاخد فيه المعالج ده اللي هينزل بهواتف بحوالي 15,000 جنيه و16,000 جنيه ب $300 و250 المعالج هنا هيقدم لك اداء كويس جدا في المهام اليوميه، في التصفح، في التنقل بين التطبيقات والبرامج، يوتيوب، مكالمات، فيسبوك، كل الكلام ده. وكمان هيشغل لك العاب بشكل كويس ومتوسط. من الاخر المعالج هنا ممتاز على الفئه دي. الجهاز بيجي بنسختين، الاولى ال 128 جيجا مع 8، والثانيه ال 256 جيجا مع 8. والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. بالنسبة لكاميرات الهاتف، فالجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للذكاء الاصطناعي. وتقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية 2K 30 فريم في الثانية و1080 30 أو 60 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 13 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات 2K و1080. طيب بالنسبه لبطاريه الهاتف، فالبطاريه هنا جاب حجم 5160 ملي امبير. الصراحه بطاريه كويسه وكبيره وهتاخد منها اداء كويس، وهي بتدعم الشحن السريع بقوه 45 واط. تقدر تشحنها 50% في حوالي 22 دقيقه، والصراحه سرعه الشحن ممتازه. الهاتف يجي باندرويد 15 وكمان بيدعم NFC، ولكن بيدعم NFC لنقل البيانات مش للدفع عشان تبقى عارف. كمان الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي نوع تايب C. سماعات الجهاز غالبا ما بتدعمش الاستيريو، ولكن برضه ممكن اكون غلطان في النقطه دي. والهاتف هنا بيدعم مقاومه لرذاذ الماء والغبار بشهاده IP64، ومقاوم للسقوط والكسر من مسافه 1.5 متر. الوان الجهاز هم الاسود والتيتانيوم والازرق والوردي، وفي الوان تانية طبعا. والجهاز بيدعم البصمه وموجوده في الشاشه. معلش ثانيه من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقيه، معلش ثانيه من وقتك اعمل اشتراك لقناه موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب بالنسبة للمميزات، الشاشة الصراحة ممتازة وكويسة وجبارة على السعر ده. المعالج برضو كويس وممتاز وهتاخد منه أداء جبار في السعر ده. كمان البطارية والشحن السريع الاتنين ممتازين. برضو الهاتف مقاوم للسقوط والصدمات، دي حاجة جامدة الصراحة. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة الهواتف في السعر ده وفي الفئة الاقتصادية الرخيصة دي بيقدم إمكانيات زي دي، حرام أقول في عيب الصراحة، أبقى ظلمه. طيب بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف، خلونا نعرف الاسعار. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعوديه اسعار احنا متوقعينها، وفي مقارنه طبعا في الاخر.
الاسعار دي للنسخه ال 256 جيجا مع 8. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $125. السعر متوقع في مصر حوالي 8000 جنيه. السعر متوقع في السعوديه حوالي 560 ريال. طيب كده كويس قوي. بعد ما شفنا كل المواصفات بتاعه الهاتف وبعد ما احنا اتكلمنا عن الاسعار، ايه بقى افضل منافس للجهاز ده؟ هقولك عندنا هاتف السامسونج جالاكسي الاي 16. الهاتف ده هو اقرب منافس للجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، لان الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده تقريبا ملوش اي منافس. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه احب اقولك ان احنا في القناه عملنا مراجعه كامله للسامسونج جالاكسي الاي 16. لو تحب تشوف المراجعه دي هسيبها لك في اللاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج انفينكس هو الميديا تك هيليو جي 200، ومعالج السامسونج هو الميديا تك هيليو جي 99. وهنا ده الاثنين يعتبر قريب جدا من بعض. طيب بالنسبه للشاشه فالاثنين جايين بشاشه اموليد، ولكن انفينكس جوده 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وسامسونج 90 هرتز وجوده 1080. وهنا طبعا انفينكس بتتفوق، جوده اعلى وكمان معدل تحديث اعلى. انفينكس ما فيهوش NFC، في NFC فقط لنقل البيانات مش للدفع، ولكن سامسونج طبعا بيدعم NFC بشكل كامل. وهنا سامسونج تتفوق. وانفينكس بيجي ببطاريه 5160 ملي امبير وشحن سريع 45 واط، وسامسونج ببطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 25 واط. وهنا انفينكس تتفوق، وانفينكس مقاومه الميه فيها اعلى شويه من سامسونج. طيب بعد ما شفنا المقارنه السريعه بين الجهازين خلونا نعرف الاسعار ما بينهم. بس خد بالك ان سعر انفينكس في مصر ده متوقع، لسه ما نزلش مصر، انما سعر سامسونج في مصر ده رسمي. سعر انفينكس المتوقع النسخه ال 256 جيجا مع 8 حوالي 8000 جنيه، وسعر سامسونج الرسمي في مصر نسخه ال 128 جيجا مع 6 حوالي 7800 جنيه. في النهايه لو انت عندك اي جهاز معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعه، ما تنساش تكتب اسمه تحت في التعليقات، ومستني رايكم في هاتف انفينكس هوت 60 برو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.